السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. وحشتوني كلكم والله. انا بسلم عليكم اهو. ان شاء الله النهارده كده هنعمل شوية قرص حلوة تستاهل بقكم كده. نظام الفطار بقى والاطفال بدل ما نروح الفرنة. والقرصة مش عارف بكام، عمرها ما هتكون طعمها وجمالها زي الست اللي بتعملها في البيت. طبعا عمايل البيت طبعا حاجة مضمونة ونظيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كيلو ونص دقيق يا حبيبتي. هنحط عليه شوية ملح صغننين كده، ربع معلقة ملح. هنحط كيسين خميرة فورية اهو. افتحي الكيس كده، عايزة تعمليها في شوية لبن وتختبريها على جنب، مفيش مشاكل. عايزة تحطيها وتقلبيها على الدقيق وكله على الناشف كده، اعملي دول. شوية سكر يا حبيبتي، قيمة مثلا معلقتين سكر كبار. 3 معالق سكر. والله السكر جميل جدا، مش هيعمل حاجة، بالعكس هيحلل كل حاجة. تمام يا حبيبتي. احنا كنا هنعمل شوية قرص طبعا طرية باللبن والزبادي. انا كان في بالي ان انا يعني ايه اعمل لبن رايب، بس انا والله يعني ما امكنش ان انا اعمل لبن رايب. فعملنا كده يعني ايه بالزبادي بلبن. عايزة تعمليها بلبن بس عادي مفيش مشاكل. عايزة تعمليها بالزبادي بس وشوية مية فترة كده، عشان طبعا احنا في الشتاء. ادي كوباية زبادي، وادي التانية اهو زبادي بلدي. تمام يا حبيبتي. احنا في الشتاء طبعا، وفي التخمير في الشتاء ده بيبقى رخم شوية، فانت تحطيها كده في المطبخ، مكان دافي كده حلو، وتغطيها كويس، وما تحطهاش على البلاط، تحطيها على حاجة على المرتبة كده على السرير، وحطي فوقها البطاطين كده. هتدفى وهتختمر بسرعة، عشان طبعا ايه احنا في موسم فصل الشتاء يعني. فالخميرة بتتأخر عشان الجو برد وبتاع. فزي ما بقولك كده ايه قيمة كده بمعدل يعني ايه كوباية زيت. تمام. دي كوباية زيت، ودي كوباية سمنة بلدي. انا مسيحاها كده يعني مفكاها. تمام يا حبيبتي. بعد ما حطينا الخميرة والملح والسكر، حطينا كيلو ونص دقيق. بعد ما نخلناهم طبعا، نخل الدقيق، النخل ده مهم جدا. حتى لو في اي حاجة في الدقيق بتطلع كده برضو لازم تنخلي الدقيق. تمام يا حبيبتي. بنعجن بقى طبعا كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. لان ملمس ايدك هو هو المعرفة من الاخر. لما المس ايدك في العجين غير اللي ايه لو حد يعمل بالمعلقة ولا كده. لا لا لا، بايدك وانزلي في العجين كده، لان ايدك هي اللي هتحسسك العجين محتاج ايه. فانت بتتنك ورا العجينة، تديلها في بق لبن، في بق لبن، في شوية مية فاترين كده طير سقعتهم. طبعا الايد هي كل حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. حوالي نص كيلو لبن، باخد منه احتياجي على قد ما العجينة تحتاج هنحط لها، لان ديت اللي هيديك الطراوة بقى، يعني سمنة وزيت ولبن وزبادي. يا ساتر الطراوة بقى، اللي هو العجينة الطرية، القرص الطرية الجميلة اهو. بصوا، كل ما بحس ان انا العجينة لسه محتاجة، بديلها شوية لبن، بق لبن ببق لبن، تتنك وراها بايديكي كده لما تظبطي الدنيا. يلا متابعيني بقى، اعملوا لايك للفيديو الجميل واللي ما اشتركش في قناتي شرفني انه يشترك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم كلكم في الله، اخواتي وحبايبي وكل المتابعين. ربنا يعود عليكم الايام بخير، ودخلة رمضان ان شاء الله خير علينا كلنا يا رب. كل سنة وانتم طيبين. بسلم على اخواتي ولاد امي وابويا، حبايب قلبي، اختي ام سالي. مبروك لسالي، ربنا يخلي لها ولادها ويخلي لها تالية القمر اللي انا نفسي اطمن عليها. والله والله قلقانه عليها، واقول نفسي اطمن على تالية. يا رب يفرحها بيهم ويخليها لهم ويخلي لها روعة وعبد الرحمن، ويديها الصحة ويتم شفاها يا رب على خير يا حبيبتي. بسلم على اختي سهام حبيبتي، ام نوره، وحنان حبيبتي ام اسراء، ومديحه ام مريهان، وام عمر حبيبتي بوحه.
كل اخواتي وحمدي اخويا الوحيد، ربنا يخليه لينا يا رب، ما نتحرمش منه. كل اخواتي وحبايبي ومتابعيني بحبكم. ام فهد، وام ردينة، ام مالك حبيبتي منوراني دايما يا رب، ما تحرمش منكم يا حبايبي. وندى حبيبتي أشرقت بالجمال والقمر، أشرقت دي جميلة جدا، ربنا يا رب يحفظهم كلهم. عجننا العجينة، بصوا مش قادرة أقول لكم على ملمس العجينة، ملبن ملبن ملبن. يلا بقى غطيها وحطيها بقى في مكان دافي كده حلو، إن شاء الله على السرير كده وفي الدفا، وتقومي رامية عليها بطانيتين. يا سلام يا سلام على التخمير بقى. بصوا صلاة النبي اهي، هتشوفوا جمالها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا يا حبايب قلبي عاملة ازاي، الله أكبر. مش قادرة أقول لكم على التخمير بتاعها، لأن أنا دفستها فعلا على السرير جوه، ودخلتها في الدفا عشان احنا في موسم الشتاء. كل سنة وانتم بألف خير يا رب. بصوا بقى خمرت اهي، ونمسكها نقطعها. ولما هنقطعها طبعا هنعمل ايه، هنخمرها تاني برضو تريح شوية كده في المكان اللي هنقطع فيه. وهنعمل شوية بسكر بقى عشان هادي حبيب قلبي بيحبها بالسكر. لو عايزة تعمليها بالجبنة، عايزة تعمليها بالملبن، عايزة تعمليها بالعجوة، عايزة تعمليها بالشوكولاتة، زي ما حبايبك بيحبوا اعملي لهم، ربنا ما يحرمهمش منك يا حبيبة قلبي، زي ما انت عايزة. اهو عايزة تعمليها سادة، هي فيها طراوة، مش قادرة اقول لكم جميلة جدا جدا. وانتوا هتعملوا احسن مني طبعا، انتوا كلكم اساتذة. يا سلام لما كانت المرحومة أمي بقى تعجن كده قدامنا في المجور، وبعد ما تخلص المجور وتخلص العجينة وتقوم ماسكة شوية دقيق فاركة بيهم المجور كده مع حتة سمنة، مش قادرة أقول لكم كنا بنقعد نتخانق عليها، وتدينا كل واحد حتة كده، ونفسها الجميل وحاجتها الحلوة. أم حمدي حبيبة قلبي والدتي الغالية، يا رب يرحمها ويخلي لكم حبايبكم يا رب، ما تتحرموش من مامتكم. آه كل أم بتحب تعمل لولادها، نفسها دايما منور الدنيا كلها. يا رب كده الفيديو دوت ينول إعجابكم، وتفعلوا لي الجرس وتشتركوا معايا في القناة، وتعلقوا لي تعليقاتكم الجميلة اللي بتفتح نفسي عن الدنيا وتفرحني إن أنا أستمر معاكم، لأن أنا والله تعبانة بجد، قسما بالله قلبي مش عارفة أنا يعني عمليتي إيه اللي جرى، والله تعبانة جدا، فبقيت مقلة شوية، فمعلش أنا استحملوني، لأن اليومين البرد دولت صعبين جدا عليا، والله أنا تعبانة جدا، وربنا يديكم الصحة والعافية يا حبايبي، ما تحرمش منكم أبدا، ولا من تفعيلكم معايا، ومن كل جمهوري وكل متابعيني الحلوين من كل حتة، والله من العراق وتركيا، والله في ناس بتعلق لي من تركيا، وفي ناس متابعيني كتير جدا، ومن أوروبا، وربنا يخليكم يا رب دايما في حياتي، ما تحرمش منكم ولا من تفعيلكم ليا. أه بحبكم كلكم في الله، ما تحرمش منكم يا رب دايما. بصوا والله يعني الفيديو ده صدقوني جميل، انا بحب العجين قوي قوي قوي، مش قادره اقول لكم. بستمتع بالعجين. كده خلصنا خلاص اهو، قرصناهم. هتصبري بقى كده طبعا، وانت تكوني مولعه الفرن طبعا ومسخناه، وبيبقى مدفي بقى المطبخ، فتغطيه بقى وسيبيهم شويه كده، هتلاقي قطعه العجين دي ارتفعت كده وحلوت وخمرت تاني. وطبعا بتدخلي على الفرن وهو سخن كده في الأول، ودخلي بقى العجين بتاعك، وأكلي حبايبك يستمتعوا بيكي دايما، ما يتحرموش منك يا روح قلبي. أرجوكوا. عايزة أشوف رد الفعل بقى هيبقى إيه. دايما يا رب نفسي أعمل لكم حاجات جامدة كتير، بس أشد حيلي بس شوية كده، وإن شاء الله الدنيا هتبقى حلوة بإذن الله. حبيبة قلبي سالي، طمنيني على تاليا، يا رب يخليها لك يا روح قلبي، حبيبة قلبي، وخليكي ليهم. بصوا بقى بعد ما خلصنا وسوينا الفطاير الحلوة الطرية، مش قادرة أقول لكم، عارفين النعمة بتقع مني، عارفة عاملة زي البسبوسة كده، من كتر ما هي غنية، وفيها لبن وزبادي وزبدة
وزيت، لأ، لأ، غنية جدًا، جدًا ما شاء الله، يعني اعملوها ووصفة سهلة جدًا. باحبكم في الله، مع السلامة، سلام عليكم يا حبايبي.